عمرك حسيت إنك تعبت من نفسك؟ إنك بتحاول تبقى كويس بس كل شوية بتغلط؟ إنك بتقول هتوب وبترجع تاني؟ بتحس إنك وحش وإنك بعيد وإنك يمكن ما تستحقش حتى تبص للسما؟ حاسس كده؟ طبيعي جدا. أصل الطريق لربنا مش مفروش ورد، ده مفروش تعب وندم ودموع، وفي ناس بتقع وناس بتكمل، بس بعد ما تقع برضه. في طريقك لربنا هتغلط، هتقع، هتضعف، بس الغلطة مش نهاية الحكاية، ولا السقوط معناه إنك خلاص اتكتبت في قائمة المرفوضين. بالعكس، الغلطة ساعات بتكون بداية الصلح، بداية الرجوع، فرصة. والله، ذنبك ممكن يبقى فرصة لو خدت بإيد نفسك وقلت له من قلبك أنا راجع. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب اسمه باب التوبة، ومفتاحه بسيط، إنك تقف قدامه بقلب صادق وتقول له أنا آسف وعايز أرجع. ربنا مش بيطلب منك تكون ملاك، هو اللي خلقك وعارفك وعارف إنك هتضعف وهتغلط وهتنسى، بس مشكلتك لما تقرر تفضل في الغلط، ولما تتكسف ترجع وتقول لنفسك أنا خلاص ضيعت كل حاجة. بص حواليك، كل حاجة فيك ممكن ترجع لربنا. عينك اللي بصت للحرام ممكن تقرأ بيها قرآن، لسانك اللي قال كلمة وحشة يقدر يقول أستغفر الله، إيدك اللي غلطت تقدر تترفع وتدعي، قلبك اللي تشوه ممكن يرجع يدق بحب ربنا من تاني. عارف، الشيطان مش هدفه الغلطة بس، هو عايزك تتكسف، تبعد، تقول أنا مش نافع، وتعيش في دايرة جلد الذات وتنسى ترجع. لكن ما تخليش نفسك تتهزم مرتين، مرة في الذنب والمرة التانية إنك تبعد عن اللي خلقك. ارجع حتى لو جواك 1000 كسر، ارجع حتى لو دموعك نازلة، ارجع حتى لو كل الناس شايفينك فاشل. ربنا بيحب اللي يرجع له حتى لو وقع 1000 مرة. عارف يعني إيه تقول أستغفر الله بصدق؟ يعني ربنا يسمعك ويحن عليك ويبصلك بنظرة تمسح بيها سنين من الذنوب. مفيش إنسان بعيد عن ربنا، بس في إنسان لسه ما أخدش خطوة الرجوع. خد الخطوة وربنا هيقابلك في النص، ويمكن قبل النص كمان. لو الكلام ده لمسك وقلت في سرك أنا عايز أبدأ من جديد، يبقى لازم تشترك في القناة، عشان كل مرة تفتح فيديو تلاقي صوت بيقولك لسه في أمل ولسه باب ربنا مفتوح. وخلي دايما في قلبك مساحة تسمع بيها، لأن في كلام لازم تسمعه.